السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي في فيديو جديد. خضعتكم ديريكت بتفرميش. وصفة اليوم هي فطائر المقلاة محشيين بالسلق. يجيو بنان، يجيو من برا يتقرمشوا، من الداخل طريين الزبدة يذوبوا في الفم بواحد لاباط غير بالفارينة، والحشو يجي معسل ومفرمج. نبدا وصفتنا على بركة الله. للاباط نحتاج 3 كيسان فرينة، مغرفة صغيرة ملح، مغرفة كبيرة خميرة، مغرفة كبيرة سكر، ونزيدو 4 كاس زيت، ونلمو العجينة تاعنا بكاس حليب دافي. نحطو الحليب غير بشويه حتى تتلم لاباط تاعنا، ونتحصلو على عجينة طرية وما تلصقش في اليد. كي نكملو نلموها نعجنوها شويه ونغطيوها ونخليوها تخمر، ونروحو نوجدو الحشو تاعنا. عندنا مقله فوق النار، نحطو لها 2 مغارف زيت، ونحطو لها السلك تاعنا مغسول ومقصوص، ونغطيو عليه ونخليوه يدبل مليح. كي يدبل نزيدولو سنه كبيره تاع توم. للعلم انا ما حطيتش الملح وليزيبيس، خاطر حنزيد نحط كريمه الطبخ وفرماج ملحين. كريمه الطبخ حوالي كاس، وفرماج اي نوع تحبوه. ونخليوها تغلي شويه ويذوب الفرماج، ونطفيو عليها ونزيدو لها الطون. انا حطيت حوالي علبتين صغار، ونخلطوها ونخليوها تبرد بجيه. نرجعو للعجينه بعد ما خمرت نقسموها. انا قسمتها على 3. نعاونو رواحنا بشويه فرينه، نكعبروهم ونبداو نحلو الكعبه تاعنا. اذا بيكم لاباط تاعنا تتحل رقيقه باش تجينا خفيفه وما تجيش معجنه. نبداو نحلو الكعبه تاعنا الاولى بالقراص على شكل دائري. نحطو الفرماج رابي تاعنا ونحطو فوق منه السلك، نحاولوا نوزعوه بالمغرف، ونزيدو نفرمجوها للعشاق الكومونبير. زيدوا لها كومونبير يزيد فيها النص، ونقفل عليها مليح باش ما تتحللناش في المقله، ونحطها تطيب في المقله. المقله تكون متلصقش وتكون سخونه مليح، ونقعدو نقلبو فيها حتى نطيب من الجوانب الكل. كي طيب نقدموها وبصحتكم. هذه كانت الوصفة تاع اليوم. كان عجبتكم ديروا لي جيم واشتركوا في قناتي، حطوا لي رايكم في الكومنتات، وسلام.